يا صباح الفل، يا صباح الجمال على عيونكم الحلوين. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من كرة على الماشي مع محمد حافظ. بنكون دايما مع حضراتكم كل يوم الساعة 10 مساء، ولكن النهاردة في حلقة استثنائية الساعة 10 صباحا، يمكن الساعة قبل الساعة 10 كمان تنزل لكم. الحقيقة الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم عن المنتخب والتقلبات والمنتخب والأزمات وكل حاجة، ولكن المرة دي احنا جايين نتكلم عن بابا المجال زي ما بيقولوا كده، أو بابا الشغلانة في النادي الأهلي. اللي النهاردة بتجمعه لقاء قوي جدا مع فاركو في الدوري الممتاز. قوة اللقاء مش في المباراة، ولكن قوة اللقاء انه الاهلي لازم يفوز علشان يلحق بقطار بيراميدز اللي لم ولن يتوقف ولن يتهاون في اي نقطة. ده اللي شايفينه. بيراميدز امبارح اكل سموحة 3 على وشه، خلى سموحة ويقعد ساكت. فقوة اللقاء عزيزي المشاهد مش في المباراة ذات نفسها ومش في المنافس، ولكن قوة اللقاء انه الاهلي لازم يخلص بدري، لازم يضمن ال3 نقاط بدري. خليني اقول لك، القائمة شهدت غياب اكتر من لاعب، ومنهم 2. الاتنين دول انت ممكن كمشجع اهلاوي تقلق شوية. شهدت غياب اكرم توفيق اللي حس امبارح بألم في الركبة. طبيب النادي الاهلي فضل ان هو ياخد راحة ويخرجوا مارسيل كولر من القائمة النهائية للمباراة. وشاهدت غياب بيرسي تاو اللي ايضا للإصابة، وشاهدت حضور اليو ديانج برغم ان هو ما حضرش التدريب الجماعي بالامس. فتقدر كده من النوش اللي انا بقوله لك ده تقدر تفهم التشكيلة هتكون ازاي. انا ممكن اقول لك التشكيلة: محمد الشناوي في حراسة المرمى، او ان لم يكن مصطفى شوبير، عمر كمال باك شمال، محمد هاني باك يمين، في قلب الدفاع هيكون رامي ربيعة، وهيكون معانا محمد عبد المنعم، وسط الملعب امام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية، قدام هيلعب الشحات وهيلعب برضا سليم او هيلعب باحمد عبد القادر، وفي الهجوم هيلعب بنسبة 99.9 بأنتوني موديست. هتقول لي مش كهربا، هقول لك كهربا ومارسيل كولر في بينهم ما بين بعض كده نوش، فمش هينفع. مارسيل كولر غير مقتنع اقتناع تام بكهربا الفترة الأخيرة، وحتى قال له في الفترة الأخيرة أنت المهاجم رقم 3 عندي. ولحد دلوقتي احنا شايفين انه كهربا فيه عروض ان هو هيمشي بنسبة 90%. كهربا الموسم اللي جاي خارج أسوار النادي الأهلي، ده فيما يخص كهربا بنسبة 99% هو خارج النادي الأهلي. طيب، على الظهير أكيد الكلام عن الصفقات، والنادي الأهلي هيجيب صفقات مين الفترة اللي جاية. طب هو في 2 لاعيبة من المغرب حاليا بيتكلم معاهم، ايه الحوار وايه الحدوتة؟ هقول لك في 2 لاعيبة من المغرب حاليا النادي الأهلي بيتكلم معاهم، بيجس نبضهم. ولكن الفترة الأخيرة شهدت انه 2 مغاربة على رادار الأهلي، ولكن الفلوس الدولارات زي ما بيقولوا كده، هل هم مبلغهم او قيمتهم قليلة؟ يعني هيكون في صفقة مقابل صفقة ولا لا بفلوس؟ خليني اقول لك عزيزي المشاهد انه اللاعبين 2 لاعيبة اللي ارتبط اسمهم بالنادي الاهلي الفترة الاخيرة، وهو اللاعب محسن بوريكا مهاجم المغرب الفاسي، وحمزة إكمان لاعب الجيش الملكي والمنتخب الأولمبي المغربي. 2 دول معاهم عقود مع الأندية بتاعتهم. واللي زاد الأمور صعوبة إنه حمزة إكمان ده هو متوقع الانضمام لفرق أوروبية عشان إمكانياته، فممكن حمزة إكمان ده يكون صفقة كبيرة ماديا على النادي الأهلي في حال إنه هو حققها. مارسيل كولر عمل جلسة مع الطاقم المعاون ليه عشان يناقش بعض الترتيبات الخاصة ببرنامج الفريق قبل اللعيبة ما يأدوا الفقرات البدنية تحت إشراف أندرياس إندوية مخطط الأحمال. وكان عمل برنامج وضعه الجهاز الفني استعدادا للمرحلة القادمة
علشان يناقش المهام البدنية بتاعت اللعيبة، الأمور الفنية، أي حاجة متعلقة بالفريق الفترة الجاية، لأنه الفريق عنده معسكرات من نار حرفيا. امبارح كان عندنا مباراة بيراميدز وسموحة خسر 3-0. حاليا بيراميدز بيتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ب56 نقطة. بعد كده بيجي النادي المصري ب39 نقطة. بعد كده زد 37 إلى أن نصل للاتحاد المركز الخامس 36 نقطة. ولما ننزل للمركز التاسع نشوف ان النادي الاهلي 33 نقطة، بينما نادي الزمالك 28 نقطة، اللي خلاص اتحدد مصير نادي الزمالك ان هو هيلعب في الكونفدرالية المصرية بمحاذاة نادي المصري اللي انهى الفترة الاولى او المرحلة الاولى من الدوري بالمركز الثاني، جمع اكبر عدد من النقاط، وهو حاليا عنده 39 نقطة في الدوري المصري. ده بما يخص الترتيب العام لجدول الدوري المصري. اما فيما يخص المتأهلين لدوري ابطال افريقيا، وهو النادي الاهلي لانه هو حاصل على البطولة القارية لدوري الابطال افريقيا الموسم اللي فات، وايضا بيراميدز باعتباره يا اما الاول هو الحاصل على الدوري، يا اما المركز الثاني في حال كان ليه منافس اخر. وكده نهاية حلقتنا، وشكرا، تصبحوا على خير.